ظهر هوس مش طبيعي بكائن تاني خالص، حصانه انكيتاتوس. فمين بقى الحصان ده؟ وازاي الامبراطور بقى مهووس بيه كده؟ انكيتاتوس، واسمه باللاتيني معناه السريع او المحفز، ما كانش مجرد حصان سباق عادي عند كاليجولا، كان بيعامله معامله بصراحه كده ملوك العالم نفسهم ما كانوش بيتعاملوها. تخيل معايا كده عزيزي المستمع مستوى الدلع والرفاهيه اللي كان عايش فيها الحصان ده. اسطبل من الرخام الفخم، معلفه من العاج الخالص، اغطيه لونها بنفسجي بتاعت اباطره وملوك، طوق كله جواهر واحجار كريمه، خدم وحشم مخصوصين ليه يهتموا بنظافته وتدريبه واكله وشربه، وكمان يا عزيزي عنده بيت لوحده. والاغرب عزيزي زي بعض المؤرخين ما بيقولوا ان كاليجولا بناله بيت مخصوص في حفش فخم وكان بيعزم فيه ضيوف الحصان. يعني عيشه بصراحه ناس كتير مننا تحلم بربعها. كاليجولا كان بيحلف بحياه الحصان ده وسعادته. سمعتك عزيزي المستمع وانت بتقول وايه يعني واحد مهتم بحصانه شويه ومدلعه شويتين. عزيزي المستمع ممكن اتفق معاك، بس اسمع كده ايه اللي حصل بعد كده. كاليجولا كان ناوي ومخطط يخلي حصانه قنصل لروما،